مرحبا بكم في القصه جديده. القصه ديال اليوم القصه ديال واحد الكولونير اللي هو شد تقاعد لانتريت وماتلو المراه. يلاه بغى يستمتع بالحياه مسكين وماتلو المراه. مورا ما ماتلو المراه غادي يجيب واحد الخدامه تقابل له وطيب له وتوجد له، وهنا هاد الخدامه عينها زايغين في هاد الكولونير باغا طيحو بالشبكه. كتلبس له شي لباس اللي هو لا علاقه، شي لباس اللي هو غاير مستور، شي لباس اللي هو معيق بزاف، حتى لواحد النهار ما قدرش يتحكم في النفس ديالو وجا داخل عليها البيت ديالها. وديك النهار هي فين غتوقع الكارثه العظمى وغتوقع الصدمه اللي هي غادي نتعرفوا عليها. من مورا ما وقع هذا الشيء هذا ما تخيلوش الحياه ديال هذا الكولونور كيفاش كانت. عاش واحد الجحيم من مورا ما وقعت هذه الكارثه هذه، عاش واحد الحياه اللي هي مكفسه بمعنى الكلمه. وهذا الشيء اللي عاش في حياته مكفس، وهاد الالام وهاد العظمى الكارثه اللي دوز في الحياه ديالو في اخر ايامه بسبب هاد الخدامه اللي جاب تخدم بعد ما مات المراه ديالو. الا بغيتوا نتعرفوا على هاد القصه هذه بشويه بشويه وبلي ديطاي ديالها، فبغيتكم اول حاجه تخليونا شي تكربيشه ديالكم. هذه هي الباج ديالي على الفيسبوك، ورك على ديك العلامه الزرقاء ودير لنا شي لايك وخليك تستمتع بالقصه. والا كنتي كتفرج معنا في اليوتيوب فهنا غادي تلقى ديك البوطونه الحمراء فكليكي عليها وخلينا شي لايك وشي كومونتير زوين وجيب شي تكه ديالاتي وخليك تتبع هاد القصه هذه حيت غادي تستغرب فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فالقصه ديال اليوم غادي تكون شي حاجه مفرقعه. فالقصه ديال اليوم غادي تدينا لواحد السيد اللي هو كان عسكري عادي اللي هو كيتنقل في الرطب بشويه بشويه. هاد العسكري هذا بقى طالع في الرطب كيدير الترقيه بشويه بشويه في الرطب حتى وصل الكولونير. ملي وصل الرتبه ديال الكولونير فهنا من موراها شي 4 شهور او لا 5 شهور هو يشد التقاعد. هاد الكولونير هذا ملي يلا شبر تقاعد قال صافي هنا غادي نرتاح شويه مع ولادي مع المراه ديالي، هنا غادي نستمتع بالحياه شويه. والنهار يلا شبر تقاعد وهي تموت له المراه ديالو مسكين. هاد الكولونير هذا من مورا ما مات له المراه مسكين دوز واحد المده واحد الفتره ديال الحزن ديال البكاء. نتوما عارفين ملي كيموت لك واحد الشخص اللي هو عزيز عليك فراه كدوز من واحد المرحله اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف اللي ما نبغيش اي واحد يدوزها. هاد الكولونير مسكين عفوا اللي رجعت الحياه ديالو مقلوبه لواحد الدرجه اللي ما تخيلوش. عندنا السيد رجع كياكل في الزنقه، عايش في الماكلات الزنقه، مهم مرول لواحد الدرجه اللي هي ما صراحه ما تبغيهاش لعدوك. هاد الكولونير هذا كان غير هو والشيفور ديالو هو اللي كان كيخرجوا وكيجيبوا. طبيعه الحال نتوما عارفين الشيفور اش غيدير له، واش غيطيب له، واش غيوجد له، يعني نتوما عارفين الشيفور يلاه كيقوم بالواجب ديال الخروج فين ما بغى راه كيدي. واحد النهار طاحت له واحد الفكره في البال ديالو لهاد الكولونير هذا. الفكره اللي جات له في البال ديالو قال غادي نقترح على الشيفور ديالي على وعسى ان يدبر لي شي خدامه على يدو تكون زوينه تكون محترمه. فانا الشيفور ديالو قدر انه يدبر له واحد الخدامه اللي غتولي طيب له وتوجد له وتوجد ليهم كاملين. صافي من مورا ما قرر ان الشيفور طبيعه الحال قال له اشنو كاين. الشيفور قال له ما لقاش احسن منك، انت راك سنين وانت معايا ما عمرني شفت منك شي عيب، فانت اللي غادي نكلفك تدبر لي هاد الخدامه هذه. فالشيفور طبيعه الحال عيا ما يدورها قال له شوف راه كاين واحد اختي الا بغيتي نشوفها لك. قال له واش هاد اختك كونفيونس وكذا وهادي؟ قال له كون هاني راه معقوله وما تلقاش احسن منها. فكما شفتوا اخوتي ان هاد الشيفور اللي هو سميتو دريس قال له غادي نجيب لك اختي، وفعلا هادي ماشي اختي، هادي ماشي اختو، هادي مراتو ديال دريس. ودريس كان كيوجد له واحد الخطه اللي هي هاد الخطه خبيثه، شي حاجه اللي ما تخيلوش في البال ديالكم. فقبل ما نكملوا هاد القصه هادي، قبل ما نكملوا الشرح، فالناس اللي كتفرج حدا الوالدين او حدا شي واحد في العائله اللي كتحشم منه، فهاد القصه بالضبط فيها بعض المصطلحات اللي هو شويه
فيهم شويه ديال الكلمات اللي هما تقدر انك تحشم قدام شي واحد في العائله ديالك او اختك او الوالد ديالك الوالده ديالك الى اخره. من الاحسن باش ديرها في البال ديالك. كملوا. جاب له ديك اختو اللي هي مرا ديالو، جابها له قال له ها هي اختي تخدم معاك، هاد اختي راه سميتها زهره، راه غادي طيب لك وتريق لك الامور ديالك وتوجد لك اي حاجه بغيتيها، راه غادي تحضرها لك، وكون هاني من هاد الناحيه هادي، راه الا كانت شي حاجه راه انا كنضمنها. مهم دوزات واحد المده، مهم بدات كطيب له داكشي منظم الى اخره، الامور مشات مزيانه كيف ما بغيتو. مهم دريس هنا قال لمرتو فهنا غادي نبداو في الخطه اللي تعرفوا على خطات، ما كاينش غير خطه وحده، راه كاين العدد ديال الخطات. فهنا قال لها اول حاجه غادي تبدا تلبس الحوايج اللي هما معريين اللي هما مزيرين قدامه باش شويه بشويه يبدا يتاثر بك. مهم هنا بدات كتلبس له المعري وكتلبس داكشي عريان، مهم داكشي مزير، داكشي مهم اللي على بالكم. وهنا هاد الكولونير هذا صراحه حتى لهنا ما تسوقلاش وما كيديهاش فيها والو تقول. فهنا ما نشحطلهمش الخطه الاولى، قال ليها غادي ننتقلوا للخطه الزوجيه، يعني الخطه الثانيه اللي هي الخطه الثانيه غادي تبدا تعطل في النعاس وتبدا تخلي الباب ديال البيت ديالها ماشي مسدود، المهم كتردو شويه كتخليه وكتنعس بشي حوايج اللي هما نتوما عارفين. بقات الخطه الثانيه اللي هي ديك الصباح تعطلات، ما جابتلوش الفطور، وصلت الساعه ديال الفطور، بقى الكولونيل كيتسنى الفطور ما جابتلوش الفطور. شنو غادي يدير؟ قال بلاتي نمشي نطلب بعدا على هاد السيده هادي واش باقا حيه بعدا. المهم دا بغا يدوق عليها، هو يلقى الباب مفتوح يعني ماشي مسدود، هو يفتح يشوف. مهم لقاها يا خوتي بشي لباس اللي هو اش غادي نقول لكم، السيد ما فطنش براسو حتى قال غادي نقرب لعندها ندير راسي فحال كنوضها فحال هايدا نتوما عارفين منها ما كيلمسها منها كينوضها. قال غادي نشوف هنا واش غادي دير شي ردة الفعل خايبه ولا غادي يعجبها الحال وغادي يعني وعادي زعما غادي تكمل معاه. المهم قرب لعندها بدا بحال كينوضها وهو كيقيسها. مهم السيده هي تغوت ادريس اعتق الروح. مهم دريس كان غير تما دخل عليها قال له اش كاين قالت له هاد الشرف هذا راه بدخل عليا البيت ديالي بغا يتعدى عليا، داروا عليه، كتقول له ياك الشيباني كدا واش هذه هي ديالك كدا ما حشمتيش كدا وانت كولونير زعما وهذه. عاود ديك الشيفور حتى هو كيقول له زعما حشومه عليك، انا درت فيك الثقه وجبت لك بالسيده معقوله وهذه ما ظنيتش فيك هادشي هذا. المهم بدات كتجمع حوايجو وبدا كيقول لها ديك الشيفور عاود وصافي ما ديرش في بالك راه يقدر يكون ماشي ناوي شي حاجه وهذه. مهم مرونه كتجمع الحوايج ديالها صافي مصره وكذا. مهم ديك السيده كانت بين 30 عام، مهم واخا السن ديال 30 عام باقا شاده في راسها باقا مهم قرطاسه وطيحوا الكولونير في الشبكه. فهنا كيقول له ديك الكولونير ديك الدريس شوف غير يقول ليها الله يرحم والديك تبقى تخدم راه صافي نخلص لها اللي بغات في الشهر نعطيها اللي بغات. المهم السيد مزعوط فيها ولكن بدات كتجمع الحوايج ديالها صافي خصها تمشي. وهنا وصلوا للخطه اللي كانوا مخططينها ومنزلينها حرفيا. الا وصلتوا لهنا حتى لهاد اللقطه هذه في الفيديو فبغيتكم تكتبوا لي في الكومونتير دريس اللي وصل لهاد اللقطه هذه، اكتب لي في الكومونتير دريس باش الا وصلتوا لهنا انا مأكد باللي الفيديو غادي يتنتشر اكثر واكثر. مشات زهره مشات سمحت في الكولونير، وهنا الكولونير رجع يعني داخل في حالة الاكتئاب. فهنا صافي السيد مريض نفساني، فملي صافي مرض قرر انه يمشي لواحد الطبيب نفساني. مهم حكالو القصه ديالو كيفاش وقع. فهنا هذا الطبيب هذا اقترح عليه واحد الفكره اللي هي واعره. قال له شوف بالحكم انك وصلتي لهذه الحاله هذه فكنقترح عليك انك تشوف هذه السيده هذه تزوج بها، الا كانت ماشي مزوجه فتوكل على الله انك تزوج بها، الا قبلت
باش انك ترجع للحاله ديالك الطبيعيه. كولونير مشى عند دريس قال له شوف بغيت نقول لك شي حاجه، ديك اختك راه بغيت نتزوج بها على سنته ورسوله، كانت قابله بغيت نتزوج بها. دريس صافي انا غادي تعطيني شويه د الوقت، غادي نمشي وغادي نجلس معاها ونتشاور معاها وغادي نرد عليك. دازت واحد 4 ايام هو يجي عند الكولونير قال له شوف راه قابله تزوج بك. جابها له لتما لعندو، جلس معاها وبداو كيهضروا شويه، كتغمز لديك خاها اللي هو راجلها. قالت له قول له شحال يعطيني في الصداق. قالت له غادي يعطيني 5 المليون اللي هي 50,000 درهم في الصداق. قبل له من الكولونير باللي غادي يعطيهم 50,000 درهم اللي هي 5 المليون. صافي تم الكولونير كيعرف شي د العدول، عيط ليهم طاق ديك العدول كاع ما بحثوا في الامر. المهم بداو كيقادوا لهم، داروا له لا باللي راه باقا عزبه وكذا، صافي قادوا لهم داكشي، كتبوا لهم العقد وهذه، ما بحثوش ان السيده واش مزوجه واش ماشي مزوجه، وقادوا لهم الامور وزوجوهم. تزوجوا عايشين الحياه. صافي السيده جالسه مع الكولونير عايشين وهي غاديين، السيده باقا في الثلاثينات، وانتم عارفين الكولونير راه واصل واحد السن اللي هو مؤخر، يعني انتم عارفين السيد متقاعد راه صافي كانت مزوجه به وهذه. فالسيد ماشي شي واحد اللي غادي يتكفى مع هاد السيده هادي في الامور ديال النعاس، في الامور ديال الزوجيه. مهم غادي تقترح عليه شي باستيات اللي ما خصنيش نذكر الاسم ديالهم، انتم عارفين كاين الكوبي رايت وكاين بزاف ديال الحاجات يقدروا يضربوا لنا الفيديو. فقالت له شي الباستيات اللي هما خطيرين ان يتستعملوا، خطيرين الجسم. بدات كتقترحهم على هذا الكولونير. قالت له هاد الباستيات هادو راه غادي يعاونوك وهذه مهم راكم عارفين بلا ما ندخل في الديتاي. هاد السيد هذا بدا كيجرب ديك الباستيات، مهم وعجبو الحال شويه. وهاد الباستيات مع الوقت صافي الا ما مدمن عليهم، الا ما استعملهمش ما يقدر يدير حتى شي حاجه حاشاكم. مهم صافي يعني السيد الا ما استعملش هاد الباستيات راه ما يدير حتى حاجه. الخطه ديالهم هما انهم يبدا يستعمل هاد الباستيات، وهاد الباستيات راه معروفين خطيرين على الجسم، يعني يقدروا يقتلوا الانسان، وبالخصوص ان السيد كبير يعني المناعه ضعيفه الى اخره. نهار على نهار صافي مدمن عليهم. يعني واحد النهار هو السيد كيصبح ميت، ووصلوا للخطه ديالهم. اصلا الخطه باش يوصلوا لديك الورث ويستغناو على ديك الدار وديك المشاريع ديالو وكلشي ديال هذا الكولونير هذا. حتى لواحد النهار هو ربي دا امانته وصبح السيد متوفي. واحد المعلومه نسيتها ما قلتها لكمش، وهاد الحاجه مهمه، ان هاد المراه هادي ملي قبل ما يموت هاد الكولونير كانت قاتلو شوف دابا خويا اللي هو راجلها راه ما عندوش فين يسكن كذا، واش تقدر زعما تمولو شي دار زعما يعني يسكن فيها وهادي. فكان مول واحد الدار يسكن فيها في واحد البلاصه اللي كانت راشيه الصراحه الله، ولكن ديك الدار يعني في ديك المواقع يعني ساوي الا كانت ديك الدار طيحات وتبنات من جديد راه يعني شي حاجه واعره، يعني ديك البلاصه ساويه. وطبيعه الحال كتب له ديك الدار لخاها يسكن في ديك البلاصه هذيك. ورا ما السيد صبح ميت كتصوني الراجلها اللي هو خاها، اللي هو قالت لخاها كتقول له اجي راه مات وهذه. اول حاجه داروها قلبوا على الوراق والذهب والمسائل، داو من كل حاجه، داو شويه، داو الذهب، مشاو للبنكه كيلقاو عنده 100 مليون سنتيم منزله في البنكه، داو منها واحد العدد حتى هي وخلاو داك الشيء اخر باش ما يعيقوش عاود حتى يجيو طبيعه الحال الا كانت العائله وهذه، باش داكشي اللي بقى راه غادي تورثوا ديك المراه. رجلوا الامور، رجلوا المسائل. اول حاجه عيطت لشي ولادو على برا، وواحد كاين في المغرب. اول حاجه هذاك اللي في المغرب قال له ما تحرك حتى شي حاجه في الدار حتى نجي، شبر طاكسي يعني جاي كيطير. والاخرين اللي على برا خلاص راهما شادين الطريق غادي يجيو. ملي وصل لديك ولدو اللي هو في المغرب جاب معاه واحد الطبيب باش يشخص الحاله، ضباه يشوف، قال له ما ودي راه مات بسبب هاد الباستيات اللي كيشرب، حيت لقى الباستيات عنده تما حداه. قال له شويه دخل ديك الشيفور، ولكن ملي شاف ديك الشيفور قال لولدو فهضر معاه في ودنو، قال له هذا شكون هو؟ قال له هذا هو الشيفور ديال الوالد. قال له اجي هذا راه هادي واحد الشهر جا لعندي العياده ديالي،
فقال لي انا مريض جنسيا، دابا خصني شي باستيات كدا وهادي، وعمرت لواحد الورقه باش انه يقدر يمشي يشري ديك الباستيات، حيت ديك الباستيات الا ما جات لك شي ورقه من الطبيب ما كيعطيوهم لك شي. قال له كننصحك انك تدي الوالد ديالك للمستودع الاموات يديروا تشريح باش يشوفوا واش مات بهاد الباستيات بصح، ولا ياك ما كاين شي حاجه اخرى، شي ياك ما تقتل بشي طريقه اخرى. انا فعلا غادي يديوه لمستودع الاموات، غادي يديروا له تشريح، وغادي يلقاو باللي ان السيد مات بديك الباستيات، ان حيت كتعطاو له ديك الباستيات بواحد الكثره اللي هي بزاف، ودوم عليهم بواحد المده اللي هي طويله، فعليها ان مات بهاد الباستيات هادو. حتى لهنا البوليس دخلوا في البحث انهم يشوفوا واش هاد الباستيات كان كيشربهم يعني بالاراده ديالو يعني راسو، او لا كاين شي واحد من مورا هادشي اللي ان كيبزز عليه ديك الباستيات باش انه يشربهم. المهم حتى لهنا بداو كيبحثوا مع ديك السيده اللي هي مرا ديالو زعما. المهم بقاو كيقلبوا هادي ويبحثوا ويلقاو عندها شي فلوس، خباتهم في واحد الصاك تما. ديك الفلوس قالوا ليها منين جاوك هاد الفلوس. المهم السيده بدات يعني مخلوعه، يعني بدات كتخرج وتدخل في الهضره، يعني مستريسيه، وهما ماشيين معاها في البحث وغادي يمشيو معاها عند الدار الوالدين ديالها. مشاو للدار ديال ديك البنت ويسولوا يعني ديك باها على بنته هادي. المهم ديك با هو ينطق قال لهم انا بنتي شحال ما شفتها، يعني من نهار زوجتها بديك ولد عمها دريس فما شفت منها الخير. شنو يعني البوليس هنا تعجبوا كيفاش زوجتها لديك دريس. هنا كيقولوا كيفاش هاد السيده كتقول لنا دريس خويا، وبا كيقول لنا دريس راجلها. مهم ما فهموا والو. كتقول لنا خوها ودريس كيقول لنا راه هذه اختي. كيفاش لا قال لهم اصاحبي راه هذاك دريس راجلها وراه ولد عمها. كيفاش اش كتقولوا دابا نتوما؟ بداو مشاو للكوميساريه، بداو كيديروا في البحث ديالهم، بداو كيبحثوا الى اخره. فهنا وغيطلعوا باللي ان السيده مزوجه بجوج د الرجال، يعني مزوجه بدريس ومزوجه بالكولونير. فهنا غادي يرجعوا، وهنا غادي دير واحد الفعل ديك زهره مع ديك راجلها دريس الاول، واحد الفعل اللي ما مهم غادي يصدمكم. واحد البوليسي جابها يعني الكوميساريه كيبحث معاها، بقى كيبحث معاها هذيك الفلوس منين جاواك، وعلاش تزوجتي بجوج د الرجاله، علاش غدرتي راجلك ومشيتي تزوجتي بهذا الكولونير هذا، يعني شنو هو الاخر ديالك، شنو هو. وهاد الخدعه اللي قلت لكم غادي خدعه دريس، يعني اللي ما غتجي لكمش على البال ديالكم، اللي هو راجل هاد دريس الاول. المهم واحد الكوميسير غادي يدخل عند ديك الكوميسير اللي كيحقق معاها، ديك البوليسي اللي كيشخص ولا الكوميسير اللي كيشخص معاها اللي كيبحث معاها. هو كيدخل مخلوع كيعيط لديك الكوميسير اخر كيقول له اجي خليها اجي. هي قالت له علاش كتعيط له، علاش واش دريس مات؟ قال له مات. قالت له راه انا اللي قتلته، انا اللي عطيت له السمات. قالوا له علاش قتلتيه شنو كيفاش؟ قال لهم انا ديك دريس هو اللي باعني بالثمن رخيص، وهو اللي دخلني في هذا القلب هذا، وعطيت له بسبب عطيت له الدار تكتبت على اسمه، وانا غادي نطيح في القالب، يعني غادي نمشي فيها وهو غيصدق الدار وغادي يعيش الحياه ديالو يعني مزيانه. فعليها عطيت له السم وقتلته باش نتهنى. فهنا انتهت القصه يا خوتي. الطمع كيقضي على بنادم، يعني داخلين في هاد الخطات هادو باش ان يديو الورث يديو داكشي كامل. ففي الاخر دابزو على داكشي، وفي الاخر قتلاتو والكولونير مات، وهي غتمشي حتى هي الاعدام ولا الحبس الحياه ديالها كامله. فعليها نتمنى انكم تكونوا خديتوا شي عبره من هاد القصه هادي، ونتمنى تكون عجباتكم، وما تنساوش تخليونا شي تخربيشه وشي بارطاج وشي كومونتير زوين فحالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.